عبد الكريم عبد الحاج رئيس الغرفه الفلاحيه لجهه دار الفلال. حنا اليوم تنتواجدوا في الكليب ديال المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات، وكان واحد اللقاء مع السيد المدير الاقليمي للفلاحه والسيد المدير الجهوي والساده اطر ديال المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات حول مناقشه الوضعيه الحاليه ديال التساقطات المطريه والثلجيه اللي عمت علينا الحمد لله بالخير والبركه على هذه الاقاليم ديال ورزازات، زاكورات، تنغير، وكذلك في اقليم ديال الرشيديه. وكان نقاش جد طويل، والحمد لله ان جميع التدخلات ديال الصائد الاعضاء كانوا في المستوى. هضرنا على المشاكل اللي تعيشها الرحاله في هذه الايام ديال الثلوج، ولكن من هذا المنبر لابد باش نوجه بالشكر الجزيل للسيد الوالي والساده عمال صاحب الجلاله الاقاليم، وكذلك اللجان ديال القضاء اللي هما تيخدموا بالليل وبالنهار باش فكوا العزله على الناس اللي شدتهم الثلج، وخاصه في المناطق الجبليه الوعره. وكان نقاش حول دوك المآوي ديال الرحال، وكذلك حول المسالك باش يتفتحوا المسالك، وكذلك ديال سميتو النقاط ديال الماء فين يوردوا الماشيه ديالهم. كاع هادشي هضرنا عليه، ولكن الحمد لله في التساقطات المطريه الاخيره انها عرفت واحد النمو ان شاء الله في القطاع الفلاحي. وكان كذلك واحد العرض ديال الموسم الفلاحي الحالي اللي دوزو السيد عبد الله، واللي الحمد لله شفنا فيه بعض الارقام وبعد سميتو اللي غيداروا كلشي. هذا الشيء الحمد لله في الصالح ديال الفلاح وديال الكساب. وكذلك هضرنا على دوك المشاكل اللي طراو لبعض الكسابه والناس ديال الدواجن اللي مات لهم العدد ديال الدواجن، وكذلك كاين سميتو. ولكن الحمد لله لا بد من انتاج الخير، انه لا بد شويه ديال سميتو يكونوا. وغادي نديروا ان شاء الله ملتمسات اللي غادي نرفعوا لوزاره الفلاحه حول كيفاش يمكن انهم يساعدوا هاد الكسابه وهاد الناس ديال الدواجن.